عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم عندي في القناة. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بحلوى الكوكياجة سهلة سريعة وبسيطة، درتها بالكراميل والجوز وزينتها بعيد مبارك تاع الشوكولا. نتمنى غير انكم تتبعوا الفيديو للاخير، راح تكتشفوا كيفاش خدمتها باه تخدموها نتوما كذلك. مازال الحال للعيد تقدروا تخدموها عادي. قبل ما ندخلوا للفيديو ديروا لي جيم للفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس فضلا وليس امرا. الله يزود في رزقكم ويحفظكم يا رب. نقولوا بسم الله ونصليوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام ونروحوا للوصفه. عندنا 250 غرام من الزبده بدرجه حراره الغرفه، راح نضيفوا لها 3 ملاعق سكر عادي الاحرش ماشي الرطب اللي نشربوا به القهوه والحليب، مش معبيين. واذا حديروهم بومبي ديروا 2 ملاعق فقط باش تجي التارتولات حلوه شويه، يعني ما تجيش سانطه. وراح نضيف لهم ساشي من الفانيليا وبيضه كامله. بيضه كامله تكون بيضه مستحب كبيره بدرجه حراره الغرفه، يعني خرجناها من الثلاجه من ساعه حتى لساعتين. وراح نحط لهم كذلك فانيليا كما قلت لكم، كيس كامل من الفانيليا او ملعقه كبيره من الفانيليا. وراح نخلطوا بالباتير مليح مليح مع عصره حبه تاع ليمون نسيتها، عفوا منكم. عصره حبه تاع ليمون متوسطه، ما بغيتش ندير المبشور درت الليمون. اللي حاب يدير المبشور براحته، اللي ما حبش يدير براحته كذلك. وملعقتين من النشا باش تجي فيها واحد الكروستيون روعه. نخلوهم بطبيعة الحال وراح نخلطوهم كامل مع بعضهم حتى يمتزج الخليط مع بعضه باه يعطينا نتيجة مليحة، وباش لاباط صابلي او عجينة الصابلي ما تطلقش هذيك اللي اللي حطيناه فيها. لانه كل ما تخلطوا مليح كل ما راح تجيكم لاباط مليحة. يعني خلطوا من مدة 4 دقائق حتى ل 5 دقائق بالباطير حتى تكون عندنا بومات. راح نحيوها ونضيفوا الفرينة بالتدريج، وراح نضيف ملعقة فقط صغيرة من الخميرة الكيميائية باش تعطيها شوية هشاشة. ما تكثروش باش ما تتكسر لكمش التارتولات او حلوى الكوكياج. وراح نضيف الفرينة. الفرينة كنت نخلطها على برا وعاودت نخلطها كذلك هنايا لثاني مرة. وراح نخلطه بأطراف الأصابع فقط حتى نتحصلوا على عجينة طرية، ما تعجنوهاش باش ما توليش كسرة معجونة وتجيكم يابسة حجرة. حتى نتحصلوا على عجينة أطرية راح نحطوها في ساشي ونخدموا بها طول، يعني ما نريحوها ونحطوها في الفريجيدير ما والو. وكما شفتوا القوام تاعها كيف ما راح نجيبوا لي مول هذا، وانا عندي هذو جايين شغل كي الحلزون دايرين كيما هكا. شريتهم جدد راهم طوندونس، يعني الحبه بالفرنك ماهمش غاليين. شريت 20 حبه فقط، يعني لاني عولت نشري من كل نوع 20 حبه. ما علينا، راح نجيبوها ونحطوا فيها كميه العجينه وراح نمشيو العجينه بيدينا على المول كامل ونبقاو نعدلو فيها حتى نتحصلوا على الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. انا هنا جربت في الفيديو باش ما تملوش منه. يعني عادي تحطوا كميه تاع عجينه كيما راكم شفتوا كيما هكا، وراح نمشيوها بصبعنا بالاصبع الكبير خير باش تقدروا تتحسوا العجينه، وما ديروهاش خشينه وما ديروهاش رقيقه. وبعد ما نحيو الكميه الزايده راح نجيبوا الصباع الكبير كيما راكم تشوفوا فيه يحكم من الفوق، والصباع الصغير نطلعوا به من تحت وهذاك يعدل من الفوق. لازم تعدلوا الشكل تاعها باه كي تجيو تحطوهم على بعضهم يتحطوا، ما يبقاوش وحده وبين وحده ووحده فراغ. بعد ما نكملوهم كامل كيما هكا ما راكم تشوفوا ونعدلوهم عدله مليحه، راح نحطوهم في البلا ونثقبوهم بالفرشيطه. كاين ناس تطبعهم، يعني تحل عجينه وتطبع، وكاين طريقه واحده اخرى تحطي حبه في حبه مع ساشي وتضغطي عليها. مره اخرى راح نوريها لكم مع اني ما شفتهاش عمليا. يعني انا شفت الطريقه هذه عمليه، اذا مشات يدكم عليها راح تخرجوا كميه كبيره في وقت اقصر. راح نحطوها على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني مده 15 دقيقه، راح تكون طيبه. حمروهم لي تاغتو لا تحبوا يتحمروا كيما راكم تشوفوا فيهم حمر من تحت وحمر من الفوق، يعني طيبوهم من تحت زيدوا عاودوا طيبوهم شويه من الفوق باه يجيوكم بنان. على قد ما تحمروهم على قد ما يجيو بنان، يعني مش تحمروهم تحرقوهم لكن كيما نطيبوا الصابلي تاع الفاني. وهنايا جبتهم غدوه صباح بعد ما خليتهم بردوا ليله كامله. هذا الكراميل اللي راني مطيباته معاكم في القناه، راح نحط لكم الوصفه تاعو اسفل الفيديو، يعني في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت. وجبت شويه جوز قيمه 10000 هكاكا كون كاسيتو، يعني حمصته تحميصه مليحه، يعني ما تحمصوش شويه برك حمصوه مليح لانه راح نحطوه مش راح يطيب. كسروه ونحيو الرقيق منه، والخشين هذاك حطوه في لي طاغطولات باه كي نجيو ناكلو الكراميل مع هذوك الجوز نحسوا بهذيك القرمشه تاع
الجوز وراح يعطي طعم رائع. راح نعبيه نص كراميل ونص جوز. انا ما حبيتش نعبيهم بالبزاف بالكراميل باش ما يجيوش حلوين. نتوما تحبوا تعبيو حتى نطفيض باه يلصقوا في بعضهم براحتكم. انايا هنايا درت غير على الحواشي كيما هكا باه تلصق لي الحبه تاع لي طارطولات، وانتوما ديروا واش تحبوا. المهم انا وريت لكم الطريقه. راح ندير على الحاشيه كيما هكا هذاك الكراميل، وراح نحط حبه على حبه باه يعاودوا يلصقوا. مش راح يديو مده كبيره راح يلصقوا. يعني الكراميل هذا راهو ناجح مليار بالمية. من 7 سنين وانا نخدم به، احسن من حتى المحلات. المحلات غالي وكله مواد حافظه. هذا طبيعي بشكاره تقريبا نص شكاره تاع حليب وكاس تاع سكر راح يدير لكم واحد 500 غرام ولا اكثر تاع كراميل. كنت خدمت به هاز 30 حبه تاع لي طارطولات وفضل لي منه شويه خبيته. ان شاء الله ندير به حاجه اخرى. وهنايا شوفوا هنايا كانت حبه للاسف تكسرت لي، فبقات لي حبه وحدها. داروا لي تما 29 حبه وهذيك 30 تكسرت لي الحبه تاعها. خليتهم يجمدوا جانبا. ومن بعد في الليل جيت هنا بعد ما لقيتهم حكموا في رواحهم، يعني ما بقاوش يتحلوا من بعضهم. جبت هذا مول هذا او ترانسفير هذا تعيدو مبارك، وراح نحط فيه الشيكولا. ترانسفير هذا لازم تحطوا فيه الشيكولا سخونه تغلي، يعني ما تقدروش تقيسوها بيديكم، حطوها في لابوش احسن. ونحطو كيما هكا بالحبه ونضغطوا عليه بشويه برك، يعني ما تخبطوش كيما الاخر، لانه اذا خبطناه بالقوه ممكن تتنحى منه الرسمه ما تلصقش في الواحد، ولا تحبوا تخلخلوه تروحوا تجاو بيه. راح نعبيوه كامل والشيكولا سخونه، ومن بعد نخليوه يحكم روحه شويه، يعني ما تدخلوش الحاجه سخونه للفريجيدير راح يفزلكم. ونحطوه بعد ما كملتو خليته دفى شويه في الثلاجه مده دقيقتين 3 راح يجمد، وراح تشوفوا النتيجه تاعو. هاي نتيجته قدامكم كيف ما خرجت روعه. ميم الرسمه خرجت فيه يعني كما راكم تشوفوا فيها ما تمحات ما والو. هذوك الربعه بقاولي من بعد كملتهم، يعني كنت محتاجه غير 30 حبه فدرت غير مش 30، درت 35 بقاو لي 5 من بعد كملتهم. واللي بقاو خبيتهم في الكونجيلاتور، يعني ما يصرى لهم والو. شفت ناس بزاف خلاها تشكي من هذا الترانسفير. ديروا كيما قلت لكم راح ينجح لكم ان شاء الله. ومن بعد جبت لي طارطولات شوفوا كيف ما لصقوا، يعني شغل درت لهم كولون. يعني قلت لكم بلي هذا عفوا الكراميل راهو ناجح مليار بالمية. وجبت الشيكولا هذيك اللي كنت خدمتها حطيتها في بلا، وراح نجيب الشيكولا اللي بقات لي راح نحط طرف برك ونحطوا هذاك الترانسفير هذاك تاع عيد مبارك على الدائره هذيك باش يمدلها منظر. انا ما حبيتش نغلفها بالشيكولا، لانه لو غلفتها بالشيكولا مش راح يعطيها منظر مليح كما هكا. يعني هي على طبيعتها حطينا فوقها عيد مبارك جات باهيه تقتل. نتمنى غير انكم تجربوه هذا الكاطو، وجا ميم الكو تاعو ذقته البارح في الليل رائع جدا. بعد ما كملتهم وفات عليهم كذلك ليله كامله، الغدوه صباح جبتهم وحطيتهم في صحن تقديم ووريتهم لكم عن قرب باه تتشهاوهم شهيتكم في الجنه وتجربوهم وتردوا لي بالخبر. جربوهم مازال الحال العيد كما قلت لكم، لانكم ما راحش تندموا عليهم. الكو تاعهم يعني ذوقهم عفوا علامه. سامحوني راني دايخه هذه الايام على اخر يعني غلبانه بزاف. وجبت لكم هنايا في الاخر باه تشوفوهم منال مليح. قولوا لي في التعليقات اسكو المعبيه هذيك اللي دوغي ولا اللي فرغانه. في الدار قالوا لي المعبيه خير من اللي فرغانه، وانتم كذلك خليوا لي رايكم. وحليت لكم حبه من الداخل باش تشوفوها كيف ما جات هشه ومقرمشه ورائعه جدا. اذا عجبتكم الوصفه ديروا لها جيم وبارطاجيوها وابونيو عندي في القناه وفعلوا الجرس بيوصلكم دائما جديد وتشوفوه اول باول. نتلاقاو في عدد جديد. صحه فطوركم، سلام.